بعد تفكير كتير وحيرة كتيرة، يا ترى اعمل لهم اكل ايه النهارده، اعمل اكل ايه النهارده. قلت بقى اعمل حاجه جديده كده مختلفه ما عملتهاش على القناه بقالي كتير، او يعتبر ما عملتهاش غير مره او مرتين. هتعملي ايه بقى يا امورتي؟ هقول لكم، بس كملوا بقى معايا الفيديو النهارده، وحطوا بقى لايك واشتراك للقناه اللي ما عمليش اشتراك اول مره يشوف قناتي ام ساندي ويوسف. يعمل بقى اشتراك للقناه علشان ايه يوصل لكم كل فيديو بنزله. ايه اللي انت جايباه لنا النهارده دوت يا ام يوسف؟ جايبه لكم ايه؟ ودن الجاموسه او انا بقى احترت بقى، قلت بدل ما اجيب ودن واحده ولا عيال اتخانقوا عليها، قلت اجيب ودنين، ودن لكل عيل، وادي صدغ وادي صدغ كمان. عارفين انتوا العظم بتاع الراس بتاعه الجاموسه، العظم بقى بتاعها والودان والقراقيش والحلويات والحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم بقى بصراحه ربنا كده، كل الودان والحاجات اللي انتوا شايفينها المقززه ديت او المعفنه ديت، هنا بقول لكم انا هغسلها وانضفها وامرشها. كان المكان بتاعها كان في الزباله، انا صراحه ربنا خدتها ورحت راميه في الزباله، اللي هو العظم بتاع وش الجاموسه او دماغ الجاموسه. يعني احنا جبنا الراس على بعضها، وجبت بقى برضو فشه، وجبت حلويات واللي هي الحاجات بتاعه السمين بقى اللي انتوا عارفينها دي، والعين الجميله دي. عماله اقول لهم لازم اول حاجه تتحط لكم في الطبق هي العين الجامده دي. طبعا عايزه اقول لكم يعني ان اليوم كان مقرف جدا، وعيالي قرفوا جدا ومرضوش ياكلوا في البيت بسبب الحاجات ديت. بس انا بحب الفشه وبحب الحلويات والحاجات اللي الدسمه شويه، فانا عملتها. قلتش ماما ياكلوا النهارده عادي، يعني مش كل مره لازم ياكلوا يعني. فانا قلت ايه، طالما هم بقى ايه مش بياكلوا الحاجات ديت، فانا قلت اقرفهم مره واجيب الحاجات اللي هم ما بيحبوهاش. فالمهم رميت بقى الودان ورميت العظم بتاع الراس بتاعت الجاموسه وكده، ورحت جايبه الفشه بقى والحلويات واللازم منه، شطفتها وتطلع شطفه كده جميله. وعملتها بقى، حطيت ميه وبصل وتوابل وفلفل اسمر وكل بقى الحاجات الحلوه اللي بنحبها في الملح اهو في الشوربه حطيها. وبعد كده بقى شطفت الحاجات دي كويس جدا، ورحت جايه حطها ايه في الشوربه دي بعد ما غليت، بالبهارات والبصل والثوم والحاجات بتاعتها الحلوه دي. كملوا بس الفيديو للاخر. عملت احلى مصمت في البيت، عارفين مصمت جامد اخر حاجه. طبعا الاكله ديت مش كل الناس بتحبها يعني، يعني ايه اللي هيشوف الفيديو دوت نصيحه للناس اللي بتحب السمين والفشه والحاجات دي. الناس التانية اللي بتقرف وكده يعني ما يكملوش. بس بصراحه ربنا والله في الاخر كان حلو جدا. ومش هنحرق الفيديو، خليكم بس مكملين كده. يلا بقى بينا نصلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ايه ربنا يبارك في كل حاجه بنعملها وتبقى حلوه. زي ما انتم شايفين بقى كده، حطيت الحاجات الحلويات بتاعتنا حلويات. هم مش مقتنعين ان هي حلويات، اقول لهم والله احلى من البسبوسه والكنافه، يقولوا لنا الله يسامحك على الاكل اللي انت عاملاه. في الشهيات وحلويات واللازم منه يعني. وكان في ممبار بس ملحقتش اصوره. شايفين بعد بقى ما خدت غلوه معانا كده، اقلبها بقى في الشوربه ديت. اهم حاجه بقى تحطي توابل علشان ايه، وبصل وحبهان وحاجات كده، عشان ايه تطلع لو في ريحه زفره ولا حاجه في الفشه وفي الحلويات تطلع. وبعد كده هنستغنى عن الميه دي خالص، يعني احنا بعد كده هنبقى نرمي الميه وناخد بس الحاجات اللي اتسلقت دي. كملي بس معايا الفيديو الاخر وهقولك نعمل ايه. وبعدين قلبت كده الفشه ديت، شايفينها عامله ازاي؟ ساتر يا رب، كل اعوذ برب الناس. ما علينا يعني. رحت ايه قلبتها بقى كده، وبدأت بعد ما استوت بدأت بقى تستوي معانا اهي. هطلعها بقى واصفيها. طبعا الميه دي كلها هستغنى عنها، ملهاش لازمه يعني. مش معقول هنشرب الشوربه كمان، هتبقى حاجه عكه قوي صحيح. من حق العيال اللي يطفشوا من البيت مش ما ياكلوش. بس والله بجد الاكله دي ليها ناسها يعني. بس بعد بقى ما صفيتها زي ما قلت لكم، جبتها بقى على الرخامه كده، وبدات ان انا اقطعها قطع عن قطع، قطع عن قطع. التقطيعه كانت كبيره شويه بس ايه حلو شغال يعني. بعد بقى ما قطعتها، لو في اي حاجه بقى زيادات وكده بشيلها. بعد كده ايه، بعد ما قطعناها بص اي حاجه ملهاش لازمه او زيادات بتبقى داخل البتاعه دي بشيلها، ما يعني ملهاش لازمه يعني. ابدا بقى ان انا اقطعها. ومعايا بقى هنا برضو مجهزه صينيه انا على البوتاجاز،
الصينيه دي فيها عباره عن حته سمنه وشويه زيت، ويا سلام بقى لو كان عندك ايه حته ليا. اقولكيش بقى اللي هي هنا ممكن تعمل ايه مع السمين والحلويات دي. قطعتها بقى تقطيع، وبعدين رحت بقى عامله ايه على الصينيه اللي احنا قلتلكوا عليها ديت. هحط معلقه بقى من الثوم. انا افضل اقطع بقى طول النهار مش هنخلص بقى. لازم نجيب الفشه ونقطعها. اللي كنت بقطعه ده كله بقى الحلويات والتقاطيع والحاجات اللي بتبقى ايه بتاعت السمين يعني. هنا بقى برضو بدأت ان انا اقطع في الفشه كده حتت برضو صغيره عشان هي تبقى عامله زي السفنج كده. ايوه كده، خليكي سريعه يلا خلاص. هنا بقى جبت الصينيه وفيها معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه، ونزلت عليها بقى بالتومه كده وظبطت المسائل. وبعدين ايه بقى بعد ما تتحمر زي ما قلت لك بقى، لو انت عندك بتاع دوت اللهم صل على النبي، عندك معلقه من اللية او حته لية كده او دهن، هتعلي التست جامد، هتخليه تحفه تحفه. هتاكلي احلى سمين واحلى حلويات في البيت. حلويات الواد اهو. انا بسجل دلوقتي الفيديو دوت بعمل رز بلبن، بس طبعا مش هنزل رز بلبن يعني، مش كل حاجه هعملها هنزلها على القناه يعني، انتوا فاهمين. هنا بقى كان معايا ايه شويه من الطماطم او البلوره زي ما بتقولوها في كل دوله يعني في كل مكان. نزلت بقى بيها على التومه كده، اديها بس طعم كده بعد ما حمرت التومه. متنسوش بقى تقولوا لي الاول انتوا بتتابعوني في انهي بلد، عشان انا حبايبي كتير والله في كل الدول، فانا ببقى مبسوطه جدا وسعيده لما بعرف انت بتتابعيني من انهي دوله. فحطي لي في الكومنتات بتتابعيني من انهي دوله. وايه كمان بعد ما عملنا التوم كده الطماطم كده، هننزل بقى عليها بشويه من البهارات ونديها تقليبه. ننزل بقى بعد ما حطينا الثوم والطماطم، هننزل بقى بالحلويات وبالسمين والحاجات الجميله بتاعتنا ديت اللي احنا بنحبها. بس بتوع الحلويات وبتوع السمين بس اللي هيفهموا الكلام بتاعي دوت، وهيفهموا الفيديو، هيقدروا الفيديو الجامد اللي ملوش اي معنى غير الجمدان بصراحه. يعني الواحد بيجي قدام السمين والحلويات والحاجات دي بيحبها جدا يعني. ما علينا. بالنسبه بقى للودان والصدغ والسنان والحاجات اللي انت شفتها في البدايه دي كلها اترمت يعني، كانش لها اي مكان يعني. بس انا حبيت اخوف بقى العيال، بس بقول لهم ابدا لازم تاخد ودن واخوك ياخد ودن وانت تاخدي ودن واختك تاخد ودن كده يعني، ابدا لازم الودان دي تتاكل. بعد ما حطيت بقى الحلويات والفش نزلت عليها بقى بالبهارات، كمون وملح وفلفل اسمر والسبع بهارات. وبصي بقى كل حاجه عندك حطيها على السمين وعلى الفش. ويفضل لو انت حابه تسلقي الفشه لوحدها والحلويات لوحدها بيكون افضل، وطعم الفشه بيبقى احسن. شويه بصل بقى على شويه فلفل، تظبطي الدنيا كده وتعلي التست وتظبطي الدنيا. وبعدين على ما تستوي بقى نسيبها كده مع بعضها شويه تستوي بالبصل بالفلفل بالحاجات بتاعتها، نسيبها ونروح نقطع بقى شويه خضره كده نزوم المسائل عشان نحطها بقى في الاطباق ونحطها في العيش لو حبينا نعمل سندوتشات ولا حاجه. شايفين بصوا هو انا حطيت شويه خل، بس شويه الخل دول طلعوا فكره غبيه قوي يعني، ما عجبونيش يعني. الخل ده حسيته غير طعم الاكل وما كانش حلو. فبلاش لو بتعملي سمين وحلويات وحاجات من دي بلاش الفكره بتاعت الخل دي خالص يعني، لان ما عجبتنيش. ما علينا. رحنا بقى نقطع الخضره هنا ونظبطها في الاطباق ونسيب دي بقى تستوي كده مع نفسها، ونظبط بقى الاطباق بتاعتنا بعد ما قطعنا الخضره وحطيناها فيها. يا سيدي ايه العظمه دي، عظمه على عظمه. يعني لازم اشكر في نفسي بقى، انتوا فاهمين يعني ايه العظمه دي. شويه خضره كده ونظبط المسائل على شويه مخلل، ونجيب بقى العيش ونبدا نفتح في العيش كده عشان اللي حابب ياكل سندوتشات، اللي حابب ياكل في الطبق
كده يعني. بس بصراحة السندوتشات دي كنت بعتها يعني للناس حبايبنا وكده، فعملتها كده في سندوتشات، ما حبيتش ان انا اطلعها في اطباق يعني، حطيتها في سندوتشات وبعد كده في الطبق وبعتها يعني لناس حبايبنا برضو. فاهمين فاهمين. لو انتوا لسه مكملين بقى معايا الفيديو لحد دلوقتي، اعملوا لنا بقى لايك للفيديو، ومتنسوش تعملوا لنا اشتراك للقناه لو اول مره تشوفوا القناه ساندي وام يوسف وساندي، وتقولوا لي في الكومنتات بتتابعوني من انه بلد، وايه رايكم في الاكله دي، مين بيحبها ومين مش بيحبها. لو بتحبيها قولوا لي بحبها، مش بحبها عرفيني برضو، المهم تحطوا لي كومنت، اوعي تنسى. هنا بقى عملتها زي ما قلت لكم بقى في سندوتشات، ودي اللي كانت طالعه. دايما لازم الحاجه اللي بتبقى طالعه بتبقى احسن من اللي هتاكليها في البيت كمان. وانا من النوع اللي بفرح جدا جدا لما بكون بعمل حاجه واحس ان الناس بتاكل منها، وببقى مبسوطه كده لما تخلص كمان يعني. بحس ان انا عملت اللي محدش عمله يعني، لما اعمل اكله وتخلص وحد ياكل منها بجد ببقى مبسوطه جدا يعني. باين علي ان انا عندي برد صح. في ناس قالت لي انتي اتاخرتي قوي في الفيديوهات يا ام يوسف وكده. والله كانت ظروف، بس الحمد لله عدت على خير يعني، وان شاء الله هستمر برضو معاكم، بس تابعوني بس ايه في الفيديوهات كده، وان شاء الله كل ما انزل فيديو لو انتوا عملتوا اشتراك هيجيلكوا بيه اشعار، وهتعرفوا ان انا نزلت فيديوهات ان شاء الله. ايه رايكم بقى؟ ايه محل سمين ولا مش محل سمين؟ ايه رايكم؟ مش احسن من ناكلها في الشارع واحنا مش عارفين اصلها وفصلها ولا جايه منين؟ احنا جبنا الدماغ بحالها، جبنا الراس بحالها وقطعناها قطع من قطع وعملناها في البيت وطلعت احسن من الشيرة. ايه رأيكم بقى؟ لو كنت شطورة وعجبكم الفيديو متنسوش بقى تشجعونا بلايك حلو كده للفيديو، كومنت جميل، وقولوا لي بتشجعوني وبتتفرجوا عليا من انهي بلد، من انهي دولة كمان، مش من انهي بلد بس. وبكده نكون خلصنا مع بعض الفيديو، ونشوف بقى ايه الشكل النهائي وعملنا ايه. بقى لازم نحط بقى الخضرة على الوش، ما حطيناش الخضرة مش هينفع، مش هتتاكل كده. بقى احنا خلصنا الحمد لله، شوية المخلل والدنيا اخر حلاوة، احلى فيديو واحلى اكلة انا بحبها. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.